اهو ده صاحبنا، شوفوا جسمه كله شعر، شوفوا جسمه كله كأنه رأس إنسان وفيها شعر، ايدين ورجلين ومن جوه جسمه. شوفوا تخيلوا يا اخواني، إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. ادي يعني شوفوا بيتكلم، بيقول انا مش قادر حد يشوفني ومش قادر اقعد مع الناس، بيقول وببقى زعلان لما الناس بيقعدوا ينظروا لي ويتعجبوا من شكلي ومن وضعي ومن جلدي. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. شوفوا ده هرمون واحد بيزود الشعر في الجسم. عشان اقول لكم لا تحزن، بعض الاطباء اكتشف ان في مناطق معينة في الوجه بيزيد فيها الشعر بمجرد الحزن والاكتئاب والاضطراب، بالذات عند النساء. يعني الحزن والزعل والاكتئاب بيزود كميات الشعر في وجه المرأة وفي دقنها وتحت دقنها. يبقى لا تحزن، قول الحمد لله. وأي حد سواء كان رجل أو امرأة يفوض أمره لله. هقول لكم كمان عشان تقول الحمد لله، لما بتبتلى فتصبر، لما بتبتلى فتصبر، بيقولوا الأطباء إن اللي بيصبر على المصيبة اللي بتجيله ما بيهلعش وما بيغضبش وما بينفعلش. يقولوا فيه هرمون معين بيفرز مادة بتقتل كل أنواع السرطانات جوه الجسم. فقل الحمد لله، لأن الصبر نتيجته أمراض أخرى هتضيع منك، وقول الحمد لله.